مرحبا أصدقائي الحلوين، تعالوا نسوي أطيب وألذ كيكة هشة وتذوب بالفم. عندنا كوب حليب، كوب سكر، وثلاثة أرباع من الكوب الزيت، وثلاثة أرباع كوب من الكاكاو الباودر، ونضيف عليهم علبة من القشطة العفو. وهسه نخلطهن كل زين إلى أن يذوب عندنا السكر. وبعد ما نخلطهم راح نقسم الصوص مالتنا إلى قسمين، قسم نخليه بعدين نستخدمه، وهذا القسم راح نضيف عليه كوبين من الحليب وكوب من السكر وثلاثة أرباع كوب من الزيت وبيضة واحدة وثلاثة أرباع كوب من الكاكاو. هذه الكيكة نستخدم لها فقط بيضة واحدة. وطبعا نخلطها بالخلاط وبعدين نخليه بالطاسة مالتنا حتى نضيف الطحين. وطبعا الطحين تنخلونه مرتين قبل لا تخلونه على الخليط. تمام حبايبي؟ لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك. وطبعا قناتنا الكل يعرفها، هي مطبخ الأكلات الشعبية على اليوتيوب. وبعد ما نخلطها راح نضيف ظرفين من البيكنج باودر. صدقوني والله العظيم هاي الكيكة مش شبعون من أكلها، تجنن، هيجي طراوة وهشة وتذوب، هيجي من تاكلونها تحسون بلذاذة. طبعا الطحين أنا ضفته بالتدريج. وهاي الظرفين البيكنج باودر اللي قلت لكم عليها راح نضيفهن. وبعد ما نخلطها هسه اشوفكم القوام مالتها اللي نريده. ما نريدها ثقيلة وقوامها ثخين، لا نريدها سلسة والقوام مالتها واو شلون شبه كريمي، شبه سائل، مو سائل كلش، لا شوف هاي القوام. وهسه خليناها بالبايركس وعلى الفرن، وبعد ما استوت شوفوها بس شكلها يجنن وريحتها ما تتقاوم. وهسه نضيف الصوص اللي شلناه بالبداية حتى نزينها حبايبي. طبعا بالنسبة للنكهة أنا خليت نكهة الهيل، وانتو إذا تحبون تخلون نكهة الشكليت، عندكم نكهة الفانيلا، أي نكهة تحبونها خلوها. يعني بين النكهات هي الشوكليت والهيل والفانيلا، هذا النكهات طبعا كلش طيبات بهاي الكيكة. وهاي كيكتنا، وهسه اترككم في امان الله، الى اللقاء بفيديو جديد.